هو أنا ليه مش زي كل الناس؟ أنا ليه مش مكمّل في شغلي؟ ليه كل يوم باغيّره؟ ليه مش باترقّى وأكبر وأبقى مدير وأفتح الشغل الخاص بيّا؟ أنا ليه مش زي صاحبي؟ صاحبي ماشي في طريق واحد طول حياته، أنا باعمل حاجات كتيرة، مش باوصل لحاجة في النهاية. أنا ليه مش باكمّل في هواية؟ النهارده بارسم، بُكرة بانحت، بعده باخيّط، بعده باجري، بعده بالعب ملاكمة، حاجات كتيرة ما لهاش علاقة ببعض. ليه اللي عنده اضطراب الشخصية الحدية بيعاني من الاستمرارية؟ مفيش حاجة بتكمل للآخر. ليه البوردر لاين ما بيعرفش يجيب آخرة الحاجة؟ ده موضوعنا النهاردة في أنا والبوردر لاين وهواك. عشان نعرف إحنا ليه مش بنكمل في أي حاجة لازم نعرف إن إحنا عندنا مشاكل رئيسية بسبب الاضطراب. الإنسان الطبيعي بيحط هدف ويمشي على الهدف ويكمل فيه وينجح، لكن البوردر لاين عنده مشاكل شوية. أول مشكلة عندنا اضطراب الهوية. الborder line ما يعرفش هو مين أصلًا، ولا بيعمل إيه، ولا إيه هدفه، والّا هو عايز إيه، وده نتيجة إن هو ما يعرفش قيمه، وقيمه دي بيكتشفها بطريقة ما إن هو يعرف، والقيم مش قيم دينية زي ما الناس بتكون متخيلة، لأ، قيم حاجات كتيرة، الإبداع، الحرية، الاستقرار، المال، ال الأمومة، حاجات كتيرة، كل دي قيم. لو أنت ما حققتش القيم بتاعتِك، وأنتِ ما حققتيش القيم بتاعتِك، عمركم ما هتكونوا مبسوطين مهما عملتوا، ولا هتكملوا في حاجة. فإحنا محتاجين نحقق القيم بتاعتنا عشان نعالج اضطراب الهوية، وعشان نحقق القيم محتاجين نستكشفها، وطول ما إحنا ما استكشفناش قيمنا فإحنا بنحقق قيم ناس تانية حوالينا، فإحنا مش هنكون راضيين ولا مبسوطين ولا مرتاحين، وهنفضل نجرب وكل ما نجرب مش هنكمل، لأن مش بنرتاح، مش بنحقق قيمة، فالحاجة مش بتعود علينا بحاجة تملانا من جوه. فاضطراب الهوية سبب رئيسي لعدم الاستمرارية، وعشان كده لازم نعرف أنا مين، عايز إيه، هويتي إيه، هدفي إيه، قيمي إيه، أحط أهداف وأحط خطة، مش هاقوم الصبح أبدأ مشروع جديد أو أستقيل أو أبدأ هواية جديدة وأنا ما أعرفش أنا مين. طول ما بنعمل كده عمرنا ما هنكمل في أي حاجة. وبسبب اضطراب الهوية وإن إحنا مش عارفين إحنا مين بيحصل لنا نوع من الإحباط. ليه؟ أنا بابدأ شغل جديد ما باكملوش فبييجي لي إحباط، لإن بابدأ حاجة مش مناسبة ليّا. فده بيعمل إيه؟ بيملى الفراغ. لأ، بيكبّر الفراغ، أنا عندي حُفرة جوّايا وده من أعراض اضطراب الشخصية الحدية، فالفراغ اضطراب الهوية بيزوّده أكتر، بيحفر الحُفرة أكتر، فكل شغل بنفشل فيه بيكبّر الفراغ، وكل إحباط بنحُط نفسنا فيه بيكبّر الفراغ، كل شعور جلد ذات بيكبّر الفراغ، وكل مرّة ما بنوصلش للنهاية ونشوف الناس حوالينا بيوصلوا وإحنا لأ، بنكبّر الفراغ، وكل مرّة مش بنعرف إحنا عايزين إيه، بنكبّر الفراغ، وكل مرّة بناخد قرار ونندم عليه، بنكبّر الفراغ. لكن في بقى مشكلة تانية، إن الفراغ نفسه سبب رئيسي إن إحنا ما بنكمّلش في الحاجة، حاجة كده شبه هي البيضة والّا الفرخة. هو اضطراب الهوية سبب إن إحنا ما بنكمّلش وبيزوّد الفراغ عندنا، لكن الفراغ نفسه سبب إن إحنا ما نكمّلش. موضوع معقّد جدًا، تحس إن هي cycle محتاجة تتكسر. هنكسرها فين؟ ده هنتكلّم عنه في آخر الفيديو. ليه الفراغ بيخلّينا ما نكمّلش؟ عشان الفراغ عايز يتملى، عامل زي الوحش اللي طول اليوم فاتح بُقّه، عايز ياكل، بياكل إيه؟ عايز هرمونات عالية، ادّي له دوبامين بدايات، ادّي له أدرينالين نهايات، كل بداية بيدّيك دوبامين عالي، والborderline يحب الدوبامين أوي عشان بيملى الفراغ، كل نهاية يعني إثارة، يعني أدرينالين عالي، يالّا بينا نستقيل من غير ما نفكّر، ياه إثارة، مغامرة، ياه ده أنا جامد أوي، بعد كده أندم فالفراغ يزيد برضه. يعني أنا باملاه بشكل مؤقت وبعد كده بازوّده، يالّا ابدأ مشروع جديد، تبقي قاعدة كده ما بتعمليش حاجة، ياه أنا هاعمل مشروع أونلاين، أنتِ هتعملي إيه؟ مش مهم، تعملي الLogo وتعملي الBio وتعملي تصميمات وبعد كده تقعدي قدّامه، طب أنا أصلًا ما باعرفش أعمل الحاجة دي، دوبامين وبس، فطول الوقت أنت عايز تملى الفراغ، لإن الفراغ ده أسوأ شعور أي حد بيمُر فيه. وعشان كده الحاجة العادية اللي أنت بتبدأها محتاجة استمرارية، الاستمرارية ما فيهاش دوبامين، فبنوقّفها، فالفراغ بيمنع الاستمرارية، لإنه طول الوقت مش عايز روتين الاستمرارية، هو عايز أدرينالين النهايات ودوبامين البدايات، وعدم الاستمرارية بتزوّد الفراغ، وتفضلوا تلفّوا في نفس الدايرة، وده يودينا لتالت حاجة، الروتين، طول ما أنت ما عندكش روتين، طول ما أنتِ ما عندكيش روتين، فمش هنكمّل في حاجة، حتى لو عالجنا اضطراب الهوية ومالينا الفراغ. ليه بقى؟ عشان الروتين هو اللي بيثبّت رجلينا في الأرض، حضرتك عندك اضطراب الشخصية الحادة، في الغالب عندك اكتئاب وقلق
أعراض قلق، هنكتفي نقول أعراض اكتئاب وقلق لو ما كانش عندك الاضطرابين مع بعض، بالإضافة لاضطراب الشخصية الحدية. الاكتئاب، النوبة لما بتيجي الحاجة اللي بتحميك منها هي الروتين. الروتين هو اللي بيثبت جذورك في الأرض، هو اللي بيخليك زي الشجرة اللي مهما جاله نوبات أنا مكمل وهاشتغل مهما كانت مشاعري النهارده ومهما كانت حالتي النهارده. ودي حاجة صعبة جدًا، لإن الروتين مش بيدّي الإثارة للفراغ، لكن مع الوقت الفراغ بيتملى بشكل، لإن بيشوف نجاح، بيشوف استمرارية، فالفراغ يتطمن والوحش يبدأ يقفل بُقّه. هتقولوا لي يعني نقوم الساعة 6:00 ونفطر الساعة 7:00 ونروح الgym الساعة 9:00؟ لأ طبعًا، الروتين مش بالسطحية دي، الروتين أنا عندي حاجات باعملها في يومي مهما كانت حالتي، مهما كانت مشاعري، أنا مشاعري مش بتسوقني، أنا التزامي اللي بيسوقني، ودي حاجة صعبة جدًا خصوصًا لو الborderline معاه ADHD وده في الغالب موجود وأغلب الناس عندها وما تعرفش إنه عندها. في مشكلة في الاستمرارية والبدايات. فأنا عندي حاجات ثابتة باعملها، إيه الحاجات الثابتة اللي أنا باعملها؟ أنا لازم باعمل نشاط حركي، رياضة، gym، رقص، مشي، مش مهم. تاني حاجة تفريغ مشاعر، وتفريغ المشاعر ممكن بالكتابة، وأنا دايمًا أقول الكتابة أهم حاجة. تاني حاجة الرسم، تالت حاجة أي عمل فني، نحت، كولاج، رابع حاجة رياضة عنيفة، تفرّغ الغضب لو عندِك غضب كبيرة جدًا. فإحنا دلوقتي عندنا نشاط، تفريغ مشاعر، تالت حاجة عندنا حاجة تملانا ثقافية. الborderline فيه ميزة مش موجودة عند حد، عنده استعداد يقرا في كل حاجة في الدنيا، وكل ما يقرا في حاجة جديدة مش لازم يكمّل فيها. الثقافة ما لهاش علاقة إن إحنا نكمّل في الحاجة دي، كل يوم محتاجين نعرف حاجة جديدة في الحياة، نقرا في مجال مختلف، نشوف فيديو في حاجة مختلفة، نبعد عن الreels والTikTok لإنها من الحاجات اللي بتزوّد الفراغ. وبتأثّر على كيميا المُخ اللي هي أصلًا بايظة عندنا، تمام؟ فالروتين نشاط حركي، تفريغ مشاعر، ثقافة، كمان شُغل واكتشاف نَفْس. أنت بتشتغل، ما بتشتغلش، فأنت بتستعد إن أنت تشتغل، بتذاكر، لا إمّا بتستعد إن أنت تذاكر، لازم تثبت وتحقق حاجة لنَفْسك. فإحنا دلوقتي عندنا 4 حاجات رئيسية في يومنا، ده يعمل لنا روتين، مع الوقت إحنا ممكن نزوّد ده. رابع حاجة ممكن نعالج اضطراب الهوية ونملى الفراغ ونعمل الروتين ونبدأ وبعدين ما نكملش ليه؟ أهلا بكم في متلازمة المحتال، أنا فاشل وهيكشفوني. ودي حاجة توأم للبوردر لاين ما بيمشيش من غيرها، وده لأن أصلا المتلازمة دي عند الناس الموهوبة، والبوردر لاين كلهم موهوبين وأذكياء، يعني ما شفتش حد مش موهوب ومش ذكي. فهو طول الوقت متشكك في نفسه، أنا ما استحقش، أنا ما استاهلش، ما عندوش ثقة في نفسه. وده راجع طبعًا للطفولة والتربية والنقد اللي هو اتحمّله واللوم وإن هو سبب كل المشاكل في الحياة، وإنه ما ينفعش يغلط، وإن أي حاجة هتحصل هو السبب، فبقى بيوجّه الطاقة دي لنفسه، طاقة الغضب واللوم، لإن اتعوّد الناس توجّه له الطاقة دي. في أي مشكلة أنا هاتكشف، مهما نجح أنا هاتكشف، مهما وصل أنا هاتكشف. فالحل هو التعامل مع المتلازمة دي وعلاجها إن إحنا بنرُد عليها. دلوقتي اتكلمنا على الأسباب، هتقولوا لي طب نعمل إيه؟ هنبدأ إزاي؟ هنمشي ال4 حاجات ب4 خطوات. أول حاجة الروتين مش اضطراب الهوية، الروتين هو اللي هيساعدنا نثبّت جذورنا في الأرض وننظّم مشاعرنا، فيساعدنا إن إحنا ناخد باقي الخطوات في حياتنا. لو ما فيش روتين إحنا أصلًا ما بنعرفش نكمّل في العلاج، فلازم نعمل روتين. وأنا قُلت لكم هنبدأ ب4 حاجات بس، مش هاقول لكم روتين كامل بساعات محددة لأ. هنحدد رياضة نعملها، نشاط حركي أو رياضة أيًا كان، طريق لتفريغ المشاعر، شغل أو مذاكرة أو استعداد لحاجة منهم، وثقافة. لو عملنا ال4 حاجات دول لمدة 21 يوم ورا بعض، إحنا عملنا روتين لنفسنا. هنقع في يوم ما بنجلدش نفسنا، بنكمل عادي ولا أكن حاجة حصلت. جلد الذات من الحاجات اللي بتمنعنا نكمل حياتنا. تاني حاجة اضطراب الهوية. اضطراب الهوية لو عالجناه هيملى الفراغ بشكل أوتوماتيك. إزاي؟ لازم نكتشف قيمنا، وأسهل طريقة نكتشف قيمنا نشوف إيه الحاجات اللي بتعصبنا وبتغضبنا. مثلًا أنا لمّا بالاقي حد بيتظلم باتعصب حتى لو أنا باكره اللي بيتظلم، فأنا قيمة العدل مهمة بالنسبة لي. أنت لمّا بتبقى قاعد من غير شغل مهما حصل أنت مش مبسوط، بتتخانق،
خايف من اللي جاي، فده معناه إن قيمة الفلوس أهم قيمة عندك وأنت محتاج تشتغل عليها. ممكن أنتِ نجحتِ وكبرتِ، لكن مش مبسوطة لإنِّك ما بقيتيش أم، فده معناه إن قيمة الأمومة مهمة بالنسبة لِك، فمحتاجين نعرف إيه القيم على الأقل 2 أو 3 ونحققهم. لمّا بنحققهم ده بيعالج اضطراب الهوية، لإن بنحط هدف يحقق القيمة، وأمّا نحط هدف بنحط له خطة، والخطة بتكون طويلة مش يومين 3 وبنزهق ونغيّرها. فأنا عندي قيمة مهمة جدًا وهي قيمة التأثير. أنا ما يهمنيش إن أنا آخد فلوس مقابل القيمة دي، فأنا عشان أحقق القيمة دي قررت إن أنا أفيد الناس التانية بالمعلومات اللي عندي، لإن أنا مثلًا قريت كتب كتيرة. فأنا هاحقق القيمة دي إزاي؟ أنا هاعمل account على التيك توك وهانزّل ملخص للكتب والحاجات اللي فادتني وافيد غيري. ده هدف، بس لازم يكون في خطة. إيه الخطة؟ إن أنا هابدأ مثلًا أعمل حاجات تكون عندي جاهزة وبعد كده أنزّلها، هانزّل مرتين في الأسبوع. أنا مستنية حاجة، ممكن بعد كده أعمل إعلانات للكتب، ممكن لأ. إيه هدفي وإيه خطتي؟ ده مهم جدًا. فأنا عندي أهداف واقعية، والواقعية مهمة جدًا في الوقت ده خلّي بالكم، عشان إيه، ما نفضلش نجري في حاجة ما لهاش لازمة ونحط أهداف مُبالغ فيها وييجي لنا إحباط. لمّا نعمل ده الفراغ بييجي في تالت نقطة بيتملى بشكل تلقائي، لإن اضطراب الهوية لمّا بنعالجه بيملأ الفراغ بشكل صحي، ومعاه بنبدأ ندّي لنفسنا حُب صحي، وأكتر حاجة بتدّي حُب صحي للفراغ الأطفال والحيوانات الأليفة، وبيرجعوا يقولوا لي: "أنتِ مش عارفة ليه الحيوانات الأليفة." أنا باكره الحيوانات الأليفة، أنا باتقرف منهم، بس هي وسيلة حُب صحية جدًا، وأنا شُفت تأثيرها على الناس اللي عندها اضطرابات نفسية مش الborderline بس غير عادية. فلو أنتم علاقتكم كويسة بالحيوانات الأليفة، فأنتم عايشين في نعمة من ربنا حرفيًا. هاتوا حيوان أليف، العبوا مع الحيوانات في الشارع، روحوا دار أيتام للأطفال، احضنوهم، خدوا منهم حُب صحّي. الفراغ ده بيتملى بالحُب الصحّي، بيتملى بتحقيق الهوية واكتشافها وتحقيق قيمنا، بيتملى لمّا نبطّل جلد الذات ونحط توقعات عالية. ما نقومش الصبح أنا هاقرا 3 كُتب النهارده. أنا هاقرا أنا هاخد النهارده 3 كورسات، ما أنت أكيد مش هتاخدهم، فهتُحبط، فتجلد نفسك، فتعيش في الcycle دي ما تكسرهاش. كسر الcycle دي نبطّل جلد الذات والتوقعات العالية. بعد كده رابع نقطة متلازمة المحتال، هنتعامل معاها إزاي؟ أنا عملت الروتين، عالجت الهوية، بدأت أملى الفراغ، لكن مهما عملت أنا باحس إن أنا فاشل. بنرُد على ده بنعمل حيطة قدّامنا أول ما نصحى من النوم، بنحط عليها sticky notes. كل حاجة حلوة في حياتنا بنكتبها، وكل ما نعمل حاجة ولو بسيطة بنكتبها. فأنا باكتب عليها إن أنا النهارده ساعدت حد قُلت له كلمة حلوة، وعملت مشروع في أقل من وقته، وخلّصت قبل الdeadline، وكلمت صاحبتي وساعدتها في مشكلتها. كل ده بنكتبه مهما كانت الحاجة تافهة. لو عملنا ال4 حاجات دول حياتكم هتتغير حرفيًا. سحر. وأنا في الآخر أنا طوّلت أوي النهارده، وأنا في العادي مش باطوّل في الفيديوهات، لكن أنا عايزة أدّيكم مثال عشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لكم. بنتي دلوقتي عندها مثلًا 30 سَنة، عندها borderline، ما كمّلتش في أي حاجة وهي مش عارفة تعمل إيه في حياتها، فهتاخد الخطوات عاملة إزاي. أول خطوة الروتين. البنت دي معهاش فلوس تروح gym، هتلعب في البيت. كل حاجة دلوقتي على النت. التيك توك نفسه بيقدّم محتوى قصير حلو جدًا، وأنا أنصحها تبدأ بالرقص. أي بنت أنا أنصحها تبدأ بالرقص. تاني حاجة تعملها تكتب، تكتب كل المشاعر السلبية اللي بتحس بيها عشان تخفف العبء اللي عليها. تالت حاجة هتقرا أي حاجة بتحب تقراها، تقرا في السياسة، في الاقتصاد، في علم النفس، وأنا دايمًا أقول اقروا في علم النفس لإن دي حاجة هتفيدكم. ما بتحبيش تقري، أوكي، شوفي بودكاست دكتور عماد رشاد، مش هتحتاجوا أي حاجة تانية، ده بديل للقراية يعني. رابع حاجة هتستعدي للشغل، والاستعداد للشغل ده إحنا لسه ما اكتشفناش الهوية، فمش هناخد فيه خطوات، لكن هنستعد. هنستعد إزاي؟ محتاجين skills معينة، اللغة، التواصل، دي حاجات أساسية لأي شغل، فتبدئي تشتغلي عليها. تاني نقطة هتعمليها هتعرفي قيمِك. هتعرفي قيمِك إزاي؟ اكتبي أكتر حاجة في الحياة بتضايقِك، بالحاجات دي هتكتشفي قيمِك. أكتر حاجة بتضايقِك بتحسسِك إنِك مش كويسة إن معاكيش فلوس وفلوسِك بتخلص، فهنكتب إن أنتِ عندِك قيمة مهمة وهي الفلوس، يعني أنتِ محتاجة وظيفة على المدى البعيد تجيب لِك فلوس كويسة. تاني حاجة هنكتب إيه الحاجة اللي بتضايقِك لمّا حد يقول لِك مثلًا أنتِ لسه ما اتجوزتيش،
دي حاجة بتضايقِك، فأنتِ محتاجة استقرار، محتاجة تتجوزي، فدي قيمة تانية محتاجين نحققها. هنفترض كمان إن أنتِ بتحبي تخرجي كتير وتتنططي ومن غير ما حد يقيدِك أو يقول لِك ارجعي مش عارفة كام، فأنتِ عندِك قيمة الحرية، فإحنا دلوقتي اكتشفنا 3 قيم: الحرية، الاستقرار والجواز، والفلوس. هنبدأ نحققهم إزاي؟ هنبدأ ندوّر على شغل، شغل ليه رؤية، مش هنبُص تحت رجلينا الشغل اللي يجيب لنا فلوس كتيرة دلوقتي، لإن لو هتبُصي في شغل يجيب لِك فلوس دلوقتي فغالبًا اللي هو الcall center، ودول ما لهمش مستقبل غالبًا يعني من تجاربي مع بنات كتير حكوا لي الموضوع ده، فهنبُص على حاجة هتزوّد الدخل على المدى البعيد. تاني حاجة الجواز، هتبدئي تبُصي أنتِ ليه ما اتجوزتيش، هتبدئي تنزلي في مكان فيه الصفات اللي أنتِ عايزاها في الراجل. هتقولي لي طب أنا أعرف منين الصفات اللي عايزاه فيها؟ هتكتبي القيم بتاعتِك، وتشوفي راجل متوافق مع القيم بتاعتِك، وراجل مناسب ليكِ، وده ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني لإن هياخد وقت طويل، وإحنا طوّلنا أوي. تبدئي تنزلي الأماكن دي، مش تروحي تصطادي عريس، ما بنعملش كده، عشان دي غلطة. ما فيش حاجة اسمها أول ما أدخل مكان أتعامل مع كل راجل إنه مشروع عريس، ده مش صح. والشغل اللي هتروحيه مش هتتعاملي فيه إن أنتِ هتتجوزي منه، ما بنرتبطش في الشغل، ودي معلومة مهمة. لكن هتنزلي أماكن فيها اهتمامات مشتركة، فيها الراجل اللي أنتِ بتحلمي بيه، وتبدئي تستعدي. أنتِ مثلًا عايزة راجل طموح، فلازم تكوني طموحة أكيد، لإن هو راجل مشغول، فأكيد مش هيبقى عايز واحدة قاعدة قدّام برامج الطبخ طول اليوم. عايزة واحد مهتم بنفسه، فاهتمي بنفسِك، فهتلاقيه. اسعي، ما تقعديش في البيت وتقولي أصل أنا نصيبي اتأخر، ده مش صح. تالت قيمة الحرية، دي هترتبط إن أنتِ تكوني مستقلة ماديًا، وإنِّك تاخدي حد ما يكونش بيقيد حريتِك وعنده الثقة في نفسه، يكون واثق في نفسه كفاية إن هو ما يقرفكيش ويقفل عليكِ. فأنتِ أمّا تحققي القيمتين الأولانيين هتلاقي التالتة بتتحقق بشكل طبيعي جدًا، تمام؟ تاني حاجة الفراغ، ممكن تربي قطة، ممكن لو عندِك أطفال في العيلة تقعدي معاهم وقت أطول. ممكن تنزلي دار أيتام لو قريبة منكم، ممكن تلعبي مع الكلاب في الشارع لو أنتِ تقدري تعملي كده، أنا الصراحة ما أقدرش، فده هيملى لِك الفراغ مع القيم اللي أنتِ هتحققيها، تمام؟ رابع خطوة إن كل ما ييجي لِك فكرة أنا فاشلة، أنا هاتكشف، متلازمة المحتال، أنتِ عندِك sticky notes على الحيطة قدامِك كاتبة فيها كل الحاجات القديمة، إيه الحاجات القديمة؟ إن أنا في الكلية كنت في مشروع تطوعي وساعدت كذا وكذا وكذا، إن أنا في الكلية كانوا بيقولوا لي إن أنا أشطر واحدة في كذا، إن أنا وأنا في المدرسة كنت العبقرية، إن أنا مرّة حد قال لي إن أنتِ ذكية أوي، إن أنا مرّة ساعدت حد وأنقذته، إن أنا باحس بالناس اللي حواليّا، إن أنا طيبة، إن أنا باجبر الخواطر، كل ده بنكتبه قدامنا. هتعملي 4 خطوات حياتِك هتتغير، بس مهم ما نستعجلش ونحط توقعات عالية للتغيير ونجلد نفسنا إننا ما وصلناش. نمشي الموضوع خطوة خطوة وبالراحة على نفسنا. بقى لنا سنين ما عالجناش الاستمرارية، فمش هنعالجها في يومين 3 ولا أسبوعين 3 ولا شهرين 3، هناخد وقت. سيبوا الوقت ياخد مجراه، ما تستعجلوش. وبس أنا طوّلت عليكم أوي النهارده، وأتمنى فعلًا اللي أنا قُلته يكون يفيدكم، وإن شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي نتكلم فيه على إيه.